هذه هي اللقطات الأخيرة للطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية ييتي قبل سقوطها في مشهد مرعب في نيبال. الرحلة رقم YT 691 كان على متنها 72 شخصا بينهم رضيعان و4 من أفراد الطاقم و10 أجانب من الهند وروسيا وكوريا الجنوبية وراكب من كل من إيرلندا والأرجنتين وفرنسا. أقلعت من مطار العاصمة النيبالية كاتماندو في تمام الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لتسقط بعد الإقلاع بدقائق معدودة في منطقة كاسكي بالقرب من نهر سيتي الذي يقع على بعد حوالي 1.6 كيلومتر عن مطار بوخارا الدولي. وفور سقوط الطائرة هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث الذي اشتعلت النيران فيه، وبدأوا العمل على إخماد الحريق، في حين سارع عمال الإنقاذ للبدء بالعثور على ناجين بين حطام الطائرة، وأعلن مسؤولون العثور على عشرات الجثث. ناشطون على موقع تويتر قاموا بنشر صورة لخريطة تفاعلية من موقع فلايت تريدر 24 تظهر خط إقلاع الطائرة حتى سقوطها، ورسما بيانيا أسفل الخريطة يظهر خللا حادا في الارتفاع والهبوط، والذي فسره كثيرون بأنه خلل في الطائرة نفسها، في حين أكد موقع فلايت تريدر 24 على صفحته على تويتر أنه يتابع التقارير الصادرة عن تحطم الطائرة في نيبال. والطائرة المنكوبة هي من طراز ATR 72500 تابعة لشركة ييتي، دخلت الخدمة قبل 15 عاما، وبحسب هيئة الطيران المدني النيبالية فإن الطائرة ذات محركين، في حين أكد موقع فلايت ريدر على صفحته على تويتر أن الطائرة جهزت بجهاز إرسال واستقبال قديم، لذلك فإن البيانات التي كان يرسلها غير موثوقة، مضيفا بأن الموقع يقوم بتنزيل بيانات عالية الدقة والتحقق من جودة البيانات التي أرسلتها الطائرة قبل سقوطها. وتتكرر حوادث الطائرات في نيبال التي توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية. وسقطت طائرة العام الماضي على سفح جبل، قتل في هذا الحادث 22 شخصا كانوا على متنها. وفي عام 2018 تحطمت طائرة ركاب قادمة من بنغلاديش لدى هبوطها في كاتماندو، أسفر عن مقتل 49 شخصا من بين 71 كانوا على متنها. وفي عام 1992 قتل جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، وعددهم 167 شخصا عندما اصطدمت بتل أثناء محاولتها الهبوط في كاتماندو. ولأسباب تتعلق بالسلامة أعلن الاتحاد الأوروبي منذ مدة إغلاق أجوائه أمام كل شركات الطيران